اندلع حريق هائل اليوم الثلاثاء في منطقة سيتي ووك الواقعة على طريق الملك عبد العزيز في جدة. وأظهر مقطع فيديو متداول النيران المتصاعدة من الحريق من على مسافات بعيدة من منطقة سيتي ووك. كما رصد المقطع أيضا تواجد فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة لإخماد الحريق والسيطرة عليه، وجاري بذل الجهود للسيطرة عليه، وقد جرى إخلاء المجمع بسرعة من الموجودين حرصا على سلامتهم، فيما بشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المجمع. وتجرى حاليا تحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، مع التأكيد على التزام المجمع بكافة معايير السلامة والأمان. من جهته أوضح الدفاع المدني بجدة أنه تمكن من إخماد في مساحة محدودة من مجمع فعاليات ترفيهي مغلق بحي الشاطئ، نتج عن ذلك تصاعد الأدخنة ولا إصابات. يذكر أن سيتي ووك يعد من أهم الواجهات الترفيهية في جدة، ويضم مجموعة واسعة من متاجر المطاعم والمقاهي. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.